أهلا بالجميع. اليوم غادي ندخلوا في عمق التكتيك، غادي نحلوا ونفهموا كيفاش يقدر المنتخب المغربي ديالنا يربح النهائي ديال كأس إفريقيا ضد السنغال. يلا بينا. يلا هنتخيلوها كاملين. 90 دقيقة. 90 دقيقة بس هي اللي كتفصل المنتخب المغربي على أنه يكتب التاريخ. هادي ماشي غير ماتش، لا، هادي 90 دقيقة ديال حلم استنيناه سنين وسنين. 90 دقيقة ممكن تبدل كل شيء وتجيب لنا الكأس للمغرب. أيوة، من بعد واحد المسار اللي كان طويل وصعيب بزاف، الأسود ديالنا وصلوا لآخر وأكبر اختبار. الحلم يا جماعة ولا قريب قريب بزاف، ولكن السؤال هو شنو هي الأوراق اللي في يدينا باش نحققوا هذا الحلم؟ المسار كيف ما تبعنا كاملين ما كانش سهل بالمرة. المنتخب تصدر المجموعة ديالو بكل جدارة، ومن بعد طيح منتخبات كبيرة، الكاميرون، الكونغو، ولكن الملحمة ديال بصح كانت ضد نيجيريا. على داك الماتش 120 دقيقة ديال القتال، ديال الصبر وديال التركيز اللي وصلتنا لهاد البلاصة اليوم، للنهائي. إذن شنو هو السلاح الأكبر ديالنا في هاد البطولة؟ الجواب واضح وبدون أي نقاش، هو التنظيم الدفاعي ديالنا. ديك المنظومة اللي بناها الركراكي، ديك الصلابة، هي اللي كانت الأساس ديال كل فوز وصلنا ليه. والأرقام هي اللي كتهدر. تخيلوا معايا، هدف واحد بس اللي دخل الشبكة ديالنا في البطولة كاملة، وفوق هادشي كان من ضربة جزاء. هادشي راه ماشي عادي، هادشي كيبين لنا الصلابة الدفاعية الخارقة والانضباط التكتيكي العالي اللي خدم عليه الركراكي مع الدراري. واخا هضرنا على قوتنا، ولكن باش نربحوا النهائي ضروري نعرفوا الخصم ديالنا شكون هو. والخصم ماشي سهل. السنغال منتخب منظم، قوي بدنيا لأبعد درجة، وعنده أسلحة في الهجوم خطيرة بزاف. شوفوا الأرقام ديالهم كتخلع شوية. منتخب كيتحكم في الكرة، كيستحوذ عليها بنسبة 63%، وماركة 12 هدف. شنو كيعني هادشي؟ كيعني أنهم هما اللي غادي يبغيو يتحكموا في اللعب ويفرضوا الأسلوب ديالهم من أول دقيقة. وهنا كاين واحد تحدي كبير بزاف ويمكن هو الأخطر، العامل البدني. المغرب كيف ما قلنا خارج من معركة ديال 120 دقيقة ضد نيجيريا، عياء وإرهاق. وفي المقابل السنغال مرتاحة، لعبت 90 دقيقة وسيطرت فيها. يعني القضية ديال كيفاش نسيروا المجهود ديالنا غتكون مفتاح أساسي في الماتش. مزيان. دابا من بعد ما عرفنا التحديات جا السؤال الأهم، شنو خاص المنتخب ديالنا يدير باش يتجاوز هاد الشي كامل ويربح هاد النهائي؟ يلا هنشوفوا. كاينين 4 ديال المفاتيح أساسية. الخطة ديال الركراكي واضحة. أولاً غادي نبداو من نقطة القوة ديالنا اللي هي التنظيم الدفاعي وتقريب الخطوط. ثانياً خصنا نكونوا فتاكين في التحولات الهجومية السريعة. ثالثاً نستغل المساحات اللي كيخليوها اللور. ورابعاً وهنا المهم، نضغطوا على نقطة الضعف اللي عندهم. إذن شنو كنقصدوا بالتحول الهجومي السريع؟ سهلة. السنغال معروف عليها أنها كتلعب بدفاع متقدم، كيطلعوا بزاف. يعني فاش نقطعوا لهم الكرة في الوسط، خاص ديك الساعة في البلاصة نطلقوا هجمة مرتدة خاطفة، نستغلوا السرعة ديال الدراري بحال الزلزولي ودياز اللي يقدروا يهربوا في المساحة اللي اللور. وهنايا فين كاينه نقطة الضعف اللي هدرنا عليها، الصخرة ديال الدفاع ديالهم. كاليدو كوليبالي ما غاديش يلعب النهائي، هذه فرصة من ذهب. اللي غادي يعوضوه هو مامادو فال، لاعب عنده 20 عام، مازال صغير وما عندوش تجربة كبيرة بحال هادي. الضغط كله خاصو يكون عليه. ولكن باش هاد الخطة تنجح خاصنا أولاً نوقفوا مصادر الخطر عندهم. يلا نتعرفوا على شكون هما أخطر اللاعبين في الفريق السنغالي. طبعاً أول اسم كيجي البال هو ساديو ماني، نجم كبير. ولكن أكبر غلطة ممكن نديروها هي نشوفوه غير لاعب سريع وصافي. لا، الخطورة الحقيقية ديال ماني هي في الذكاء ديالو، الذكاء التكتيكي. شوفوا ماني كيتحرك بواحد ذكاء كبير بين الخطوط، صعيب تشدو. هو اللي كيصنع اللعب لصحابه، وهو اللي قادر يخلق لك فرصة من والو. إذن شنو الحل؟ الحل هو المراقبة اللصيقة. نزيروا عليه المساحات وما نخليوش حتى يتنفس وهو شاد الكرة. اللاعب الخطيب الثاني هو المهاجم ديالهم نيكولاس جاكسون، وهذا بروفايل مختلف تماماً على ماني. هذا لاعب سريع وقوي بدنياً. جاكسون عزيز عليه يستغل المساحات اللي كيخليها الدفاع، خصوصاً في الهجمات المرتدة. هو من داك النوع اللي أي غلطة صغيرة في التغطية كيعاقبك عليها مباشرة. هادشي علاش الدفاع ديالنا خاصو يبقى ديما منظم وواعي وما يغامرش بالصعود بزاف. ونجيو دابا المحرك ديال الفريق، الدينامو، إدريسا غانا جاي. هو لاعب الوسط اللي كيتحكم في كل شي عندهم.
الدور ديالو محوري بزاف، هو اللي كيقطع الكرات، هو اللي كيبدا الهجمات ديالهم، وهو اللي كيتحكم في الريتم ديال الماتش. راه الا خليتيه يلعب مرتاح، المنتخب السنغالي كله كيلعب مرتاح. يعني المعركة الحقيقية في وسط الميدان هي أننا نمنعوه يفكر بالكرة. ولكن في الاخر ديال الاخر تاكتيك بوحدو راه ما كافيش، خصوصا في ماتش ديال النهائي عنده حسابات اخرى. النهائي كيتربح بالقلب بالروح وبالعقليه. وهذه هي الحقيقة المطلقة فكرة القدم. هاد الماتشات الكبار كيتحسموا في تفاصيل صغيرة بزاف. اللاعب اللي كيكون حاضر ذهنياً مركز 100% وقلبه كبير هو اللي كيربح في التالي. خاصنا ندخلوا بنفس العقلية اللي شفناها ضد نيجيريا، نحترموا الخصم أكيد، ولكن بلا خوف، نكونوا صبارين في الدفاع ديالنا، وفاش نقطعوا الكرة نكونوا شراسة في الهجمات المرتدة وما نخافوش قدام الشبكة. وفوق هاد الشي كامل نلعبوا بقلب واحد بروح الوطن، كيف ما داروا الدراجي حتى الآخر تانية في الماتش اللي فات. خاصنا نعرفوا أن المنتخب المغربي وصل لهذه النهائي عن جدارة واستحقاق. هاد الشي راه ماشي صدفة أبداً، هذه نتيجة ديال عمل كبير ديال مدرب عارف شنو كيدير، وديال لاعبين فاهمين الأدوار ديالهم ومستعدين يموتوا على التونية ديال بلادهم. إذن الحلم دابا على بعد خطوة واحدة، والفرق شكون غادي يديرو؟ غادي يديرو الرغبة والإيمان وديك التفاصيل الصغيرة اللي هدرنا عليها. هذه فرصة ديال العمر، فرصة ما كتجيش كل عام. والسؤال اللي كيبقى مطروح هو: واش هاد الجيل يستحق أنه يكتب سميتو في التاريخ؟ الجواب غادي نشوفوه كاملين فوق أرض الملعب.